عملت حاجات غلط جدا مع خالتي، بس انا ما كنتش ببصلها ان هي خالتي، كنت ببصلها ان هي حبيبتي وروحي وما اقدرش استغنى عنها. احنا من بلد ارياف، والدي تعب وشيء علينا عشان يطلعنا متعلمين وكويسين. كان دايما يقول ان انا عايز اشوفكم احسن ناس في الدنيا، متعلمين ومعاكم شهادات عالية. كان راجل فلاح، بس كان بيتعب كتير عشان خاطر ربنا كويس. حتى في الاجازة بتاعتنا ما كانش بيخلينا نروح مع الارض ولا كده، كان دايما يقول لنا اتعلموا، افضلوا اتعلموا، انا عايز ابقى فخور بيكم واتباهى بيكم وسط الناس. انا الولد الوحيد غير اخواتي البنات والكبير، فكنت بذاكر كتير جدا لان انا كنت عايزه ابقى زي ما والدي كان عايز، لاني كنت بحبه جدا وشايفه ان هو بيتعب عشان، فقلت لازم احقق له رغبته. وكنت فعلا بذاكر، انا كمان كنت بحب المذاكره جدا، والحمد لله تفوقت في الثانويه العامه وجبت مجموع حلو جدا يدخلني احسن كليه. بس طبعا الكليه دي بتبقى في المدينه الكبيره واحنا ما كانش عندنا كليات، فكان والدي فخور جدا وكان فرحان جدا، واقترح عليا ان احنا طبعا او ان انا يعني اقعد في المدينة الجامعية عشان اروح جامعتي من هناك. وانا ليا خالة، الخالة ديت مطلقة عشان ما بتخلفش، ما كانتش كبيرة، يمكن كده في اواخر ال30. جت طبعا عشان تبارك لنا وتبارك لي وكده، وكانت فرحانة، كانت بتعتبرني زي ابنها اللي ما خلفتوش. كانت مبسوطة جدا، واقترحت على والدي، قالت له ليه تخليه يقعد في المدينة الجامعية، يجي يقعد معايا على الأقل إن أنا عايشة لوحدي، أنا يا دوبك بشتغل طول اليوم في الشغل ماريش حاجة، خليه يقعد معايا على الأقل هعرف أخد بالي منه من مذاكرته وعملي وأكله وشربه وكل حاجة. طبعا والدتي فرحت جدا وقالت طبعا أحسن ما يقعد في المدينة الجامعية ويتبهدل ومش هيبقى واخد باله كويس من أكله وكده. واقترحت عليا فعلا ان انا اروح عند خالتي دي، وخالتي خلاص سلمت وقعدت عندنا يوم، وتاني يوم سافرت على طول عشان شغلها. وانا طبعا طول فترة الاجازة قاعد عند والدي لحد ما بدأت الدراسة، وفعلا خدت حاجتي واتنقلت للمحافظة عشان اخش الجامعة ورحت عند خالتي. طبعا كنت اول مرة اعيش بره بيتنا، كنت محروق جدا. طبعا خالتي دي بقى لها فترة كبيرة يا دوبك بنشوفها في الزيارات، يعني بالنسبة لي كانت غريبة شوية. دخلت وكانت دايما تقولي البيت بيتك، انا زي ماما بالظبط، اعمل اللي انت عايزه وعيش حياتك، البيت هو كبير وفاضي. ودخلتني فعلا الاوضه وقعدت وكنت مبسوط جدا. وهي بقى دخلت تشوف يعني تعمل لنا العشاء وكده، بس كنت بلاحظ يعني دخلت غيرت ان هي يعني لبسها مش عارف، كنت حاسس ان اول مره اشوف اللبس ده، يمكن امي ما كانتش بتلبسه حتى لابويا، يعني حاجات محزقه شويه بيجانات شورت وكده. كانت طبعا بتعتبرني ان انا زي ابنها، لكن هي بالنسبه لي كانت غريبه، وكمان هي ما كانتش كبيره قوي في السن. المهم ببص لها بس عادي، يعني كاني يعني ازاي فعلا اول مره اشوف حاجه زي كده، بس ما حطيتش في دماغي. والدراسه فعلا بدات وبدات اروح الجامعه، ورحت فعلا اول يوم وكنت مبسوط جدا ان انا دخلت الجامعه اللي انا بحبها. ورجعت بدأت تسألني بقى ان انا عامل ايه في الجامعة ومبسوط في الجامعة ومبسوط في العيشة هنا، طب يا ترى في بنات وحلوة هناك؟ قلت لها لا، انا جاي هنا عشان ادرس وبس، انا ماليش في الجو ده، انا مذاكرتي وبس. قالت والله برافو عليك، انت كويس ان انت تبص لمذاكرتك ومستقبلك. بدأ الحال يمشي، بس برضو زي ما انا قلت لكم اللبس بتاعها ما كانش زي الواحد متعود عليه، ولا بيشوف حد من اخواته البنات لابس، ولا بيشوف حتى والدته لابساه. كان بصراحة اللبس كان بيبقى ساعات محزق شوية. بدأت أبص لها، بدأت يعني أنشغل بيها، هي كمان بدأت تلاحظ بصاتي ليها ونظراتي ليها، بدأت تقول لي أنت مكسوف ولا إيه؟ أنا خالتك يعني ما تتكسفش من أي حاجة، خليك بحريتك وعيش بحريتك، وأنا كمان قاعدة بحريتي، يعني عشان أنت طبعا مش واحد غريب. بس لا، هي بالنسبة لي كانت غريبة، هي خالتي بس أنا معرفهاش لأن هي طول عمرها عايشة بعيدة عننا. وفي مرة من المرات راحت شغلها وأنا في اليوم ده كان عندي أجازة من الجامعة، مش عارف ايه اللي دخلني قولتها، بدأت أتفرج على قمصان النوم بتاعتها والحاجة بتاعتها، والحظ غير العادة جت في ميعاد غير ميعاد شغلها اللي بترجع منه. اتلبخت بسرعة ورحت خارج ورميت الحاجة كده بسرعة في الدولاب. طبعا
هي طبعا عارفه الحاجه محطوطه ازاي، بس انا طبعا ما حبيتش ان هي تشوف ان انا واقف في اوضه النوم بتاعتها. فبقول لها خير، قالت لي معلش حسيت ان انا تعبانه شويه وقلت اجي اريح شويه. ودخلت فعلا اوضتها ولقيتها خارجه بعد شويه بتقول لي انت كنت بتعمل ايه في اوضه النوم بتاعتي؟ قلت لها ما فيش. قالت لي لا اوضه النوم يعني حاسه ان انت يعني كنت بتدور على حاجه او كده. بصراحه اتلخبطت، ما عرفتش ارد، بصيت لها كده بصه يعني ما اعرفش البصه دي كان يعني قصدها ايه. وراحت دخلت تحضر لنا الاكل وكده، ولقيتها برضو خارجه، بس المره دي كانت لابسه لبس صراحه كان يعني ما اعرفش، حاسه ان اللبس ده ما ينفعش تلبسه معايا، تلبسه مع جوزها مع كده. الموضوع تطور بطريقه غريبه. هي تقريبا لاحظت علي، اي واحده كانت متجوزه قبل كده هتلاحظ، وانا خصوصا شاب يعني كنت اول مره اشوف حاجه زي كده، واول مره احس باحساس زي ده. شافت وشي وانا ببص عليها، كنت حسيت ان انا عرقت من لبسها اللي هي لابساه. طبعا فهمت كل حاجه، وانا بان عليا طبعا حاجات كتيره جدا ما اقولكوش طبعا بان عليا ايه. ودخلت اوضتها بعد ما اكلت، لقيتها بتنادي عليا وبتقول لي ايه رايك تعمل لنا كوبايتين شاي؟ ففعلا جبت لها الشاي وقعدت جنبت لي اقعد جنبي على السرير خلينا نحكي شويه. وانا طبعا شايفها قدامي، ما اعرفش يعني مش قادره افسر اكتر من كده. الموضوع تطور، وهي كمان متطلقه بقالها فتره، وفي عز دي يعني ان هي ست زي كده محرومه ومحتاجه حاجه زي كده. حسيت ان يعني الموضوع تطور، بدات ايدي تتمد لقيتها ثابته. وحصلت ما بيننا في الموضوع ده في الوقت ده كل حاجه اول مره اعملها، كل حاجه عملتها او يعني كنت بسمع انا عملتها معاها. بدأت أهمل في دراستي، بدأت أغيب كتير من الجامعة، وهي كمان بدأت تلم الشغل. الموضوع ده بدأ يحصل ما بيني وما بينها كل يوم. أنا شاب وعندي طاقة وبصحتي، وأول مرة أعمل حاجة زي كده، وهي في الوقت ده أو في السن ده يعني زي أي ست يعني محرومة أو كده يعني. معرفش إيه اللي حصل، وللأسف عدت السنة وإحنا بالوضع ده، وسقطت في أول سنة وزعلت جدا. ولقيتها جايه بتقول لي اللي احنا بنعمله ده غلط وحرام. قلت لها انا عارف انه غلط. قالت لي طب لما انت عارف ليه استمريت فيه؟ قلت لها بصراحه ما قدرتش، انا زي اي شاب وانتي سامحالي بحاجه زي كده، فما قدرتش امنع نفسي عنك. قالت لي طب انا هتجوز لان انا محتاجه فعلا راجل، والموضوع ده تنسيه، انت كده اهملت مذاكرتك وسقطت في السنه ديت، والموضوع ده غلط ومحرم وحرام. الشيطان دخل، مش هينفع لما انت تمشي من البيت ده. حسيت قد ايه فعلا ان انا غلطت غلط كبير جدا لما عملت حاجه زي كده. انا فعلا ما بعتبرهاش ان هي واحده قريبتنا او خالتي او كده، بعتبرها ان هي دي حبيبتي واللي كان نفسي اعيش معاها طول عمري. يمكن عشان انا اول مره اشوف او اعمل حاجه زي كده، بس فعلا انا حاسه ان انا غلطان. انا طول عمري بحب المذاكره، ما بحبش اعمل حاجه غلط زي كده.